السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. هنتكلم عن ستيل، ودي آخر موضوع هنتكلم عليه في الترم ده. ستيل معناها الصلب. بيقول لي أول حاجة هنتكلم عنها كاربون ستيلز، الصلب الكربوني. طبعا this is extract from an article in an engineering journal is about different types of steel. هذا المقتطف من مقالة في جورنال هندسي عن أنواع مختلفة للصلب. تعالوا نشوف المقدمة بتاعتنا. بيقول ستيل الصلب is the most widely used engineering material، هي المادة الهندسية الأكثر استخداما. Technically بشكل تقني، though على الرغم من ذلك this well known alloy، هذه السبيكة المعروفة of iron and carbon تتكون من الحديد والكربون is not as simple as one might think، ليس بالبساطة التي يمكن أن يعتقدها أحدنا. Steel comes in a huge range of different grades. الصلب يأتي في مجموعة كبيرة أو في كمية كبيرة لها درجات مختلفة. بيقول لي كل درجة من الدرجات دي من درجات الصلب with different characteristics، لها صفات مختلفة. For the inexperienced، بالنسبة للشخص مش خبير أو الغير خبير بالصلب it can be difficult to know where to begin. الموضوع يبقى صعب عليه إن هو يبدأ يعرف إزاي يبدأ يدرس موضوع الصلب أو يفكر في موضوع الصلب. طب تعالوا نبدأ. بيقول لي الكاتب a good place to start، هنبدأ من فكرة جميلة اللي هي هنبدأ with the two main types of steel. هنبدأ بالنوعين الأساسيين للصلب. طب أنا عندي نوعين دلوقتي. أول نوع اسمه كاربون ستيلز، تاني نوع اسمه ألوي ستيلز. هنبتدي نتكلم على كاربون ستيلز. الصلب الكربوني بيقول لي consist of iron and carbon، بيتكون من حديد ومن الكربون. and contain، بيحتوي no significant quantities. نو هنا نفت الاسم، يعني نفي قاطع، يعني معناها ان لا يحتوي على كميات كبيره او ذات اهميه او ذات دلاله من المعادن الاخرى. يعني من الاخر الاساس بتاعي iron carbon. Carbon steels can be divided into three main grades. ممكن نقسم بقى الصلب الكربوني الى ثلاثه درجات مختلفه اساسيه. اول واحد واسمه mild steel، الصلب الطري. The most widely used grade، ودي الدرجة من الصلب الأكثر استخداما. بيقول لي يا ترى عبارة عن إيه؟ عبارة عن a low carbon steel، صلب كربوني منخفض الكربون. which contains up to، والذي يحتوي على ما يقرب من approximately، ما يقرب من 0.3% كربون، من كربون حوالي 3 من 10% بس. طب لما نعلي الكربون شوية يبقى medium carbon steel، صلب كربوني متوسط أو متوسط الكربون. contains بيحتوي على ما بين approximately 0.3% and 0.6% كربون، من 3 من 10% ل 6 من 10% كربون. طب نعلي الكربون شوية يبقى high carbon steel، كربون عالي، صلب عالي الكربون. contains بيحتوي على between approximately 0.6% and 1.4% كربون، بيحتوي على حوالي من 6 من 10% ل 1.4 من 10% كربون. ننزل تحت النوع الثاني اللي هو alloy steels. بيقول لي the second main category، الفئة الثانية الأساسية الثانية of steel للصلب is alloy steels، السبائك الصلب. which consist of، والتي تتكون من iron الحديد، carbon والكربون and one or more alloy metals، وواحد أو أكثر من معادن تكوين السبيكة. specific grades، درجات معينة of alloy steel. في عندنا بقى درجات معينة من صلب السبيكة أو سبيكة الصلب. تشمل عندنا دلوقتي 4 أنواع، فوق كان عندنا 3 بس. أول نوع اسمه low alloy steels، صلب منخفض السبيكة. ده معناه إيه؟ which contain الذي يحوي 90% or more iron، في 90% بحالهم أو أكثر حديد. and up to approximately، وما يصل إلى أو ما يقرب من أو ما يناهز حوالي 10% of alloy metals، من المعادن المكونة للسبيكة such as chromium، مثل الكروميوم، نيكل، منغنيز، molybdenum and vanadium. بيقول لي ده النوع الاولاني. طب النوع الثاني
high strength. وهاي سترينث وخلاص؟ لا، ده هاي سترينث لو الوي ستيلز. طب احنا سمعنا دي قبل كده اهي، لو الوي ستيلز. فنفس السبيكه، سبيكه منخفضه او صلب منخفض السبيكه، بس في حاجه مختلفه ان هو هاي سترينث عالي القوه. which contain والذي يحتوي على smaller quantities كميات أقل of the above metals من المعادن المذكورة في الأعلى اللي هي دي كروميوم ونيكل والكلام ده كله. typically حوالي less than 2%، حوالي أقل من 2%، بس هنا كان 10%. النوع الثالث stainless steel اللي هو الصلب الذي لا يصدأ. ستينلس طبعا بتشتري سكينه او بتشتري بعض الاطباق في المطبخ، تقول له عايزها ستينلس ستيل لا تصدأ، تمام، من صلب لا يصدأ. واللي which contain والذي يحوي على chromium as well as وكذلك other metals معادن اخرى such as nickel زي نيكل and which do not rust والذي لا يصدأ. tool steels صلب الادوات which are extremely hard وبيكون الصلب ده صلب بشكل كبير جدا and are used in cutting tools يستخدم في قطع في أدوات القطع. they contain بيحتوي على tungsten and or cobalt، بيحتوي على tungsten وممكن معاه cobalt أو لا. A widely used grade في الدرجة المستخدمة بشكل كبير جدا من tool steel من صلب الأدوات. اسمها إيه بقى؟ الدرجة المستخدمة في صنع الأدوات دي اسمها high speed steel، صلب عالي السرعة. طب ده إيه بقى؟ بيقول لي which is used يستخدم in cutting tools، يستخدم في أدوات القطع أو القص that operate التي تعمل أو تتعامل at high temperatures في درجات حرارة عالية وتتحمل درجات الحرارة العالية such as drill bits زي عارفين الشنيور؟ drill bits اللي هو الصابع أو المسمار اللي بيدخل في أول الشنيور اللي بنخرم بيه الحيطة، تمام؟ اسمها drill bits. طبعا بتحمل درجات حرارة عالية جدا نتيجة الاحتكاك. نكمل. خلصنا النوعين، هنتكلم على ظاهرة وهي ظاهرة كروجن التآكل. بيقول لي one weakness أحد نقاط الضعف of mild steel. هنرجع بقى للنوع الأكثر استخداما في الصناعة اللي هو mild steel اللي هو الصلب الطري أو الطيع is that it corrodes. الصلب ده مشكلته الأساسية إن هو corrodes بمعنى بيتآكل. its surface السطح بتاعه progressively بشكل مستمر deteriorates بيتدهور due to بسبب a chemical reaction تفاعل كيميائي. This reaction هذا التفاعل takes place بيحدث بين إيه بقى؟ the iron الحديد in the steel اللي موجود في الصلب and the oxygen والأكسجين اللي هو O2 the air في الهواء to form لكي يكون iron oxide بيكون أكسيد الحديد. When iron corrodes عندما يتآكل الحديد we say بنقول عليه it rusts أنه يصدأ. In some metals في بعض المعادن such as aluminum زي الألومنيوم the presence of corrosion وجود التآكل is not a problem ليس مشكلة، يعني ما بيتأكلش من الآخر as لأن the layer of oxide طبقة الأكسيد around حول the metal حول المعدن remains hard بدأ أنها صلبة which prevents والذي يمنعه from oxidizing من التأكسد any further أكثر من ذلك. However على الرغم من ذلك when mild steel عندما الصلب الطيع ده goes rusty يبدأ في الصدى. the rust الصدى اللي عليه on the surface على السطح بتاعه comes off يبتدي يتشال من عليه continuously بشكل مستمر. طب ايه اللي بيحصل؟ when a new rusty layer forms عندما تتكون طبقة صدئة أخرى جديدة progressively بشكل مستمر. ايه اللي بيحصل؟ eating into the metal بيبتدي ياكل الحديد ونلاقي في الاخر الحديد الكبير ده ابتدى طبقه ورا طبقه ورا طبقه تتاكل ونلاقي في الاخر بقى رفيع وفقد القوه بتاعته. كده فهمنا النص بتاعنا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.